اخر نجم لمع في سماء ليفربول بعد ماتشه مع تشيلسي رفع السماعه على وكيل اعماله رامي عباس وقال له انا عايز كلوب ما ينامش النهارده. كلوب مين؟ انا مش عايز ملاك ليفربول نفسهم يجي لهم نوم النهارده. صلاح في اول ماتش ليه في الموسم الجديد كان نازل يجيب الجول رقم 140 في الدوري الانجليزي، ونازل كمال يجيب جول في افتتاحيه كل موسم ليه مع ليفربول. الماتش بدا وكالعاده طبعا صلوح ابننا هو اللي كان شايل الفريق الواقع، عمل تمريره حاسمه لويس دياز وجت جول. بعدها صلاح جاب جول يعني بس اتحسب اوفسايد. ظلم، حكم ظالم. ده لولا كمان ان قانون الاوفسايد الجديد ما اتطبقش في الدوري الانجليزي كان زمان الجول ده اتحسب. بعدها شاط كورتين، واحده الحارس صدها والثانيه العارضه قالت له لا، عارضه غداره. في الشوط الثاني بقى صلاح ما قصرش، والمؤشرات قالت ان هو لازم هيجيب جول على الاقل كده وانت رافع ايدك من ضربه جزاء. وفي اللحظه دي يوريان كلوب كان لازم يتدخل. يوريان من بدايه الشوط الثاني وهو حاطط عينه عليه وعايز يبدله. ما تعرفش يا اخي صلوحه ده عامل له ايه في دماغه، ولانه طبعا خايف من رد فعل صلوحه ما يقدرش يجي من مره واحده كده من طريقه ونص يقول له يلا هتبدل يا حبيبي، لا لازم يعمل شويه مقدمات كده قبلها وحركات. اول حاجه خرج دييجو كوتا في الدقيقه 46 عشان يعني يرسم لصلاح كده الطريق ويفهمه ان هو مش انت، انا مش قصدك انت على فكره، مش انت لوحدك اللي هتطلع في تبديل. الدقيقه 77 جت وكلوبي خد القرار اللي هو كان خايف منه، طلع صلوحه ونزل مكانه لاعب تعبان كده يعني طبعا مش زي صلوحه اسمه اليو. كمان بعدها يعني عشان يرسم الليله اكتر يعني وصلوحه ما يزعلش منه ياخد في خاطره، حكم يا جماعه خاطر صلوحه ده مهم قوي عند الانجليز. طلع دياز ومنزل دروك. صلاح يعني زي ما احنا عارفين طالع يعني غضبان وواخد على خاطره. وحتى يا جماعه شوفوا العسل ده وهو يعني حتى ذوق وهو بيعبر عن غضب، بجد مثال للشاب المصري والله. لعيبه كتيره يا جماعه بنشوفها صوتها بيعلى وبتشتم في الملعب وتقول ليه كل مره تطلعني كده ينفع؟ هو ايه اللي كل مره في تغيير يعني يطلع بره؟ لكن صلوحه يعني اكتفى بان هو يقلب وشه كده في اشاره ان هو متضايق وسلم على اصحابه عادي وزمايله وخرج، وما اداش اي اهتمام لكلوب يعني كانه بيقول له مش شايفك مش شايف. الحقيقه ان صلوحه قبل الموقف ده ما يحصل يعني حصل تاتشات كتيره بينه وبين كلوب، يعني الموضوع كان تراكمات مش مره واحده كده يعني حصل الكلاش ده ما بينهم. اخر مشكله حصلت بينهم كانت بسبب اشاره القياده. المفروض يعني والبديهي يعني يا كلوبي ان صلوحه هو اللي كان ياخد الشاره دي، يعني ده هو القائد يعني ده مسمينه الايجيبشن كينج، لكن كلوبي وبشويه اسباب غير منطقيه خرج صلوحه من معادله اشاره القياده دي كلها من اساسه، كانه يعني مش موجود معاهم في الفريق ولا كانه لاعب بيقعد على الدكه يعني طول الماتش. يا ابني ده هو يا ابني اللي عامل لهم قيمه وسيمه يا ابني هو من غير صلوحه كان ليفربول ده بقى ليفربول. وبعدين يعني صلوحه ده هو قائد المنتخب المصري، يعني ان هو فعلا من جواه وجيناته يحمل صفات القائد. فالموقف يعني بتاع كلوب ده لما بدله يعني خلى صلاح يقعد مع نفسه كده ويفكر كده ويقول ما بينه وما بين نفسه اللي يحضر الجن وما يعرفش يصرفه يعرف ان الجن ده هيقرفه. كلوب اصلا الحقيقه يا جماعه عمل كده وهو عينه على لاعب تاني اللي هو كاسيدو، وكان عنده ثقه عاميه ما اعرفش صراحه جايبها منين الثقه دي ان ده هيعوض صلوحه. مش بس كده كمان، لا ده طلع في مؤتمر صحفي واعلن ان هو خلاص تعاقد مع كاسيدو، فهو بقى بيلعب في ماتش تشيلسي ومش فارق معاه صلوحه خالص طبعا ولا في دماغه، يعني عمال يفكر في اللاعب اللي هيجيبه مكانه. المهم عشان تعرفوا ان ابننا صلوحه ده سالك من جواه يعني وعلى الله. اللاعب اللي هو كاسيدو ده اللي هم كانوا عايزين ياخدوه يتعاقد معاهم عمل فيهم زلاجه، فضل معشمهم ان هو معاهم وهيمضي معاهم، وفي الاخر راح مضى لتشيلسي بمقابل فلوس اكتر. اللي بيجي على ابننا ما بيكسبش يا اخويا. دول بقلشوني. كلوب طبعا اتوتر وعيط وخبط دماغه في الحيط ويقول يا جماعه احنا بننزل الملعب علشان نكسب مش عشان نفضل نحقق ارقام قياسيه. طبعا هو هنا يعني بيلقح على صلاح هنا على اساس ان صلاح دايما كده مجنون ارقام قياسيه وبيحب يحققها يعني، فاحنا عارفين ان هو ايه مبقوق منه. طب يا ابني ما تعقلوا الكلمه يا ابني، انت اساسا هتكسب ازاي من غير صلوحه؟ يعني انت شايف ان انت مثلا عندك يعني رودريجو وميسي قاعدين على الدكه؟ عشان كده يا جماعه يعني زي ما قلنا في اول الحلقه صلوحه كلم مدير اعماله وحكى له، قال له بص يا رامي انا سكت لكلوب كتير الحقيقه، يعني قبل كده ما ادانيش شرط القياده وسكت له، دلوقتي بيطلعني من الملعب وسكت له، بس يعني كده خلاص يعني ده زودها. فروميو رد عليه وقال له يعني بقول لك ايه يا صلوحه سيب لنا الموضوع ده. فورا لقينا تاني يوم صلوحه اللي كان رافض عروض النوادي السعوديه اللي بالمليارات بيقول ان هو ما عندوش مشكله ان هو يروح اتحاد جده السعودي، وبيطلب من اداره ليفربول انها تناقش العرض. وطبعا دلوقتي ليفربول يعني لو صلوحه سابهم ومشي هيبقى جاب ضرافها، لا عندهم حد يسدد ولا عندهم حد يجيب جوال، هيعودوه مثلا بدار
والمايونيز اللي ما يعرفش حاجه عن الكوره غير انها مدوره، ولا اليوت اللي نزل بدل صلاح في الماتش وخلى عدد الفريق 10 بدل 11؟ الحقيقه انا واثقه في صلوحه ان هو هيخلي كلوب والملاك بتوع ليفربول ويروحوا يعزموه على ليموناده ويقعدوا ويقولوا له طلباتك ايه، امرنا امر واشربنا تمر. اعتقد يعني على الاقل كده وانت رافع ايدك ان صلوح هياخد منهم مثلا مرتب اكبر، او هيبقى فيه يعني ايه امتيازات اكتر. يعني ما انتوا مش تعملوا معايا الغلط وتزعلوني وعايزين تيجوا تصالحوني بليموناده. من الناحيه الثانيه ادمن صفحه ليفربول على الفيسبوك نزل النهارده صوره لصلوحه وكتب عليها الملك المصري. جبارة. والحقيقه يا جماعه يعني اعتقد ان صلاح حتى لو مشي مش هيروح نادي سعودي، لان ريال مدريد وبرشلونه وكمان سان جيرمان مهتمين ان هم يتعاقدوا معاه، وهم حاجزين من قبل كده. يعني هو اكيد مش هيصغرنا ويسيب الناس اللي حاجزينه في الاول، اكيد هيختار من القدام. يعني في نهايه الفيديو طبعا احب اوجه رساله لصلاح يا حبيب قلبي، لو هو هيشوف الفيديو ده انت ما تزعلش نفسك خالص يا كبير، انت كده كده مكسر كل الارقام القياسيه ومكسر قلوبنا ومدغدغ مشاعرنا، كل ما بنشوفك كده بنفرح بيك وبنفتخر بيك. فعادي يعني ايه يعني رقمين ضاعوا منك، يعني عادي مش حوار، عندك 500 رقم غيرهم. بس كده كل الحب.